مساء الخير يا أصحابي. فيديو النهاردة عن البوست اللي عمله أحمد السقا لما جه يعلن الطلاق من السيدة مها الصغير. طبعا أنا هقرأ لكم البوست لأن هو مسحه. فهو بيقول: عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين من 6 شهور، وتم الطلاق منذ 2 شهر تقريبا، وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر. وحط كلمة الستر بين قوسين، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها نقط كتير، وشكرا. وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان، ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، هي قد توضح هذه الرغبة قريبا، ونقط كتير وعلامات. تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم. نقط كتير، ربنا يسعدها. نقط كتير في حياتها المستقبلية واختياراتها. نقط كتير. أحمد السقا. طبعا البوست غريب غريب جدا، وكله نقط وحاطط كلمة الستر بين قوسين، ودي حاجة مش ظريفة. صياغة البوست فيها تلميحات وفيها إيحاءات غير مباشرة. ما كنتش أتمنى، أنا لا أتمنى أي حد يجي يعلن انفصاله أو طلاقه يعلنه بالشكل ده. حتى لو كان في بينكم مشاكل، وما هو أكيد الانفصال حصل عشان في مشاكل ومش قادرين تكملوا، ففي لو حتى بينكم مشاكل وحاجات كده وكده، دي كان في بينك وبينها ميثاق غليظ اللي هو الزواج. ميثاق غليظ، و26 سنة عشرة و3 أولاد. فإنك تلقح بكلمة الستر بين قوسين، وإنك بتتمنى لها المستقبل، بتتمنى لها الخير والسعادة في مستقبلها وحياتها اللي انت فوجئت بيها. انت كاتب هنا تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم. ايه؟ مش هي عندها حياة انت ما كنتش عارف عنها حاجة، حياة تانية انت ما كنتش عارف عنها حاجة، ففوجئت بحياتها التانية اللي انت فوجئت بيها. المهم، فانا حبيت اقول لاحمد السقا البوست ده كويس ان انت لغيته، لان البوست ده اولا، بص يا احمد، اللي بيجي لو زوجين عايشين مع بعض وبعد كده انفصلوا، لما حد يجي يتكلم عن التاني هو مش بيفضحه، هو بيفضح نفسه. ليه؟ لان هما كانوا كيان واحد، هما كانوا في شراكة او متجوزين، فكانوا كيان واحد. فانت لما تيجي تتكلم عن طليقك او طليقتك، انت مش بتفضحها، انت بتفضح نفسك. فانك تحط كلمة الستر بين قوسين ده عليه علامة استفهام كبيرة قوي. انك تصيغ البوست وكله مليان تلميحات وايحاءات غير مباشرة، حاجة غريبة جدا. ان انت تقول مش عايز رغي من الصحفيين. طب ما هو انت بصياغتك دي للبوست هتخلي الصحفيين يرغوا. ما هو انت لو كنت كاتب مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ولا تنسوا الفضل بينكم، لقد تم الانفصال بيني وبين زوجتي السيدة مها، اتمنى لها الخير والسعادة. بعد الكلمتين دول مش هيحصل اي رغي. اما انت صياغة البوست هتخلي الناس ترغي وهتخلي الصحفيين يرغوا، انت اللي تسببت في الرغي. وبعد كده بتقول وحياتها التي فوجئت بها مثلكم. عيب، عيب عيب عيب. طبعا انت مسحت البوست.
وبعد كده انت طلعت انكرت ان انت كتبت البوست ده وقلت وربنا منى ده اختي منى. فاكرين فيلم عسكر في المعسكر لما كان بيقول لها انت بتخونيني مع الولا ممدوح، فقالت له لا والنبي منى دي اختي منى. بالظبط احمد السقا عمل كده، طلع قال ده مش انا، دي اختي اللي كتبت البوست. anyway البوست غير لائق وغير مقبول، وكويس ان انت مسحته. ما ينفعش نعلن عن انفصال، خاصة ان انت سوبر ستار ميجا ستار، ما ينفعش تعلن عن انفصالك بالشكل ده، لان انت كده بتجرح في نفسك، بتفضح نفسك. انتوا كان بينكم ميثاق غليظ، جواز و3 عيال و26 سنة عشرة وايام حلوة كتير، وحتى لو كان في ايام مرة كتير عادي الحياة ups and downs، اخفاقات ونجاحات، وكل الدنيا مشاكل عادي. اللي يفتكر ان الجواز كله هنا وسعادة يبقى يعني مش منطقي. الجواز زي اي علاقة، في حاجات، في ايام حلوة وايام وحشة، في ايام سعادة وهنا وكل حاجة تمام، وفي ايام فيها مشاكل واختلافات. انت اتوفقت الحمد لله انك مسحت البوست، هو ده الحاجة الوحيدة اللي انت اتوفقت فيها. واتمنى من جوه قلبي ان انت فعلا تكون مش انت اللي كتبت البوست، مع ان انا حاسه ان انت اللي كتبت البوست. انا حاسه ان اسلوب صياغه البوست والكلام مش عايز رغي، والكلام ده بتاع يعني الكلام ده حاسه ان هو ده يعني يور ستايل. يعني في حاجه اسمها بصمه كتابيه، الاشخاص اللي بيكتبوا فاهمين الكلام ده وفاهمين يعني ايه بصمه كتابيه. في كل واحد لينا في الارض ليه بصمه كده في الصباع، وليه بصمه او اسلوب في الكتابه. فالبوست هو بصمتك الكتابيه. طبعا بعد كده طلعت الاستاذه بسمه وهبه ودفعت عن احمد السقا جامد قوي 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 في البرنامج بتاعها، وقالت بسمة وهبة قالت ان احمد السقا بيصرف على عياله ودفع 150,000 جنيه استرليني في اخر سنة و150 مليون جنيه مصري عشان عمليات ومستشفيات ومدارس وتعليم ولادي وتربية عيالي. فهي كانت طالعة بتدافع عنه. فانا حابة اقول لها يا استاذة بسمة، اللي احمد ان هو صرف على مراته وصرف على عياله وربى عياله واداهم احسن مدارس ووداها لندن تعمل عمليات، ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي، ده المفروض ان الراجل بيصرف على بيته ومراته وعياله. اللي احنا عشان اتعودنا نسمع ان الرجاله بتتهرب من المسؤوليه وبتهرب من المسؤوليه وبترمي مسؤوليه البيت والعيال على الزوجه وتخلع هي تتجوز واحده تانية وما تصرفش، ده مش الطبيعي، ده وحش. دي اسمها نداله، اسمها ان الشخص كده يعني ندل جبان، ان هو بيرمي مسؤوليه اطفاله على الست ويجري هو يعيش حياته. فاللي احمد السقا عمله ان هو صرف على مها وصرف على عياله، ده الطبيعي، ده دوره، ده واجبه. هو ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله يخزي العين عنه، بيكسب ملايين فبيصرف ملايين. يعني هو بيقول للست بسمة انا صرفت عليها اخر سنة 150,000 جنيه استرليني و150 مليون جنيه مصري عشان عملت عمليات في لندن، وكنت رايح جاي على لندن كأني رايح الشارع اللي ورانا. هي كانت مراتك فكنت لازم تعالجها وتعمل لها عمليات، وهي لو عيانه ومريضه ومحتاجه عمليات يبقى انت قمت بدورك، انت قمت بواجبك كزوج وكأب. فيعني ما بحبش حته الشخص اللي يقعد يعني بعد الطلاق يقول انا صرفت انا عملت انا جبت. ده دورك، انت اللي قررت تنشئ اسره وتتجوز الست دي وتجيب 3 عيال، ده دورك ان انت تصرف، وحجم مصروفاتك مناسب او متناسب او طبيعي مع حجم دخلك. انت حجم دخلك بالملايين، فطبيعي حجم مصروفاتك يبقى بالملايين. يعني اللي بيكسب 10,000 بيصرف 10,000، واللي بيكسب 10 مليون بيصرف 10 مليون، فطبيعي حجم مصروفاتك متناسب مع دخلك. anyway اتمنى لك التوفيق، واتمنى للاستاذه مها الصغير التوفيق، واحسن حاجه عملتها ان انت لغيت البوست ده.
الفيديو لو عجبكم يا اصحابي اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. بحبكم.